بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الخطيب في احتفال الأهلي استثنائي قال كلمة الكل خد باله منها والكل ما خدش، وده يقول أنا خدت وده يقول. هو قال لك إيه؟ اللي جاي أصعب وأسوأ من اللي فات. يعني السنة اللي جاية صعبة جدا هتبقى على النادي الأهلي، أسوأ من اللي فات. يعني بدليل إن هو أسوأ من الجمهور. ده للجمهور، الكلام ده للجمهور عشان يبقى فاهم إن اللي جاي الأهلي هيفوز ببطولات، بس صعب بطريقة صعبة جدا، أسوأ من السنتين اللي فاتوا. يعني هنتظلم زي السنتين اللي فاتوا بالظبط. هيبقى ليا فاول مش هاخده، هيبقى ليا ضربة جزاء مش هاخدها، برضك زي السنتين اللي فاتوا اللي الزمالك خد بيهم ايه الدوري. الكلام ده للجمهور، وده من تلميحات ثروت سويلم اما قال لك انا همشي رئيس لجنه الحكام ونجيب عصام عبد الفتاح. دي اشاعه وبالونه اتحطت واتعملت، قال لك يشوف الناس هتعمل ايه. بس الناس طبعا كلها رافضه الكلام ده. يعني احنا بس هنحاول نفكر الناس بكلام عصام عبد الفتاح من فتره صغيره. قال لك احنا جايين لنا امر ان الزمالك لازم يفوز باي طريقه، لازم يفوز عشان نفرح جمهور. طبعا الكلام دوت برضك اكده ودعمه احمد مجاهد اللي هو كان رئيس اللجنه الثلاثيه، اللي هو شيكابالا شتمه في الماتش الاخراني، كانوا بيحتفلوا بالدوري وكان هيضربوا، وقال لك لا ده ما قاليش حاجه وانا متنازل عن حقي. شيكابالا الاسطوره بتاعتهم اللي هم بيقولوا عليه اسطوره. ده اللي احنا بنقوله على الخطيب قاله. الخطيب قال اللي جاي اسوء. مجلس الاداره الفتره اللي فاتت ارسل خطاب لاتحاد الكوره، قال له يا اتحاد الكوره ادينا مواعيد مباراه السوبر والتعليمات بتاعتها والشروط بتاعتها والعقاب بتاعها، عشان المدير الفني بتاع الفريق يرتب اموره ويعرف يعد الفريق وينظم الدنيا. طبعا اتحاد الكرة ما ردش. هيرد ايه؟ اتحاد الكرة مبلول، مش عارف يرد ولا يعمل ايه. الزمالك السنة اللي فاتت انسحب وعليه عقاب ومش عارف يعمل ايه في العقاب، وعاوز يلعب الزمالك تاني. طبعا والدنيا سمك لبن تمر هندي، انما تقول ايه الاهلي واقف له وهو مش عارف يفلفص من الموضوع ده. فيعني احنا لما نشوف الفتره اللي جايه ايه. طبعا ما ردش اتحاد الكوره، فقام الاهلي بعت له جواب تاني ايه تاكيدا ان هو يا اتحاد الكوره ابعت لنا جواب نشوف الدنيا فيها ايه عشان نظبط امورنا، مواعيدنا وتدريبتنا واعداد الفريق. طبعا ما ردش وهو لسه بيفكر هو هيعمل ايه. قام خبطنا الاتحاد الافريقي اليومين دول، وهما الاثنين زي بعض. هو الاتحاد المصري بتاعي ما بيسميش عليا، يبقى الاتحاد الافريقي هيسمي عليا؟ مش هيسمي عليا ولا يقول لي اي حاجه. قام خابطني الاتحاد الافريقي الاخر وقال لي مصر ماتش السوبر بتاعك يوم 15 سبتمبر، وانا عند المنتخب يوم 8 سبتمبر عنده ماتش مع اثيوبيا وعنده ماتش ودي مع تونس. احنا وصلنا خلاص البطوله الافريقيه، يعني ماتش اثيوبيا دوت ملوش اي لازمه، لان احنا خلاص خدنا المركز الاول وخلاص وصلنا للبطوله الافريقيه. ماتش تونس ده اعداد للفريق. فاتحاد الكوره قام مطلع قال لك احنا موافقين واحنا مع الاهلي. طبعا بس بعد ما نسال المدير الفني. طبعا هو ايه ساب لك ايه حط المدير الفني في الوسط بتاع المنتخب في الوسط، وقال لك اما نشوف نعمل ايه. طبعا الموضوع ده مش هيعدي حازم، يعني حازم لازم يطين الدنيا. ماتش انا مش محتاجه. ما تجرب، انت عندك 40 لاعب وعندك لعيبه مصر كلها، ما تجرب مناسب ليك ان انت تجرب لعيبه كتير ما كانوش بيلعبوا، وانت هتاخد 7 من الاهلي. انا واثق ان ال7 من الاهلي
مش هيلعبوا كلهم، ممكن يلعب فيهم واحد او اتنين. انت طب واخد 7 ليه طيب؟ وهتعمل بيهم ايه ال7؟ وبعدين انت هتاخد محمد الشناوي ليه؟ انا محتاج محمد الشناوي. طب ما تاخد احمد الشناوي، ما لعبش وبيقعد يعمل مشاكل، ما تلعبه ماتش زي دوت، ماتش هو اللي بتاع اثيوبيا وماتش بتاع تونس، مش مشكله طبعا. بس الموضوع دوت مش هيعدي حازم، يعني حازم لازم يوجب مع النادي الاهلي بيه. انا يعني الواحد ما بقاش يحترم حازم خالص، لانه ما بقاش عادل. هو زملكاوي واحنا ما بنقولوش انت تبقى اهلاوي، بس ما بقتش عادل. بس لما تقعد على الترابيزه يا حازم لازم تقول العدل ولازم تقول الحق، ولو ما عرفتش يبقى نقول الله يرحم ابوك. ابوك كان ممكن يقول، ما يقول في صالح الزمالك، بس ما كانش يقدر يضرب في الاهلي عشان كان راجل محترم. ما كانش يقدر يقول لك الاهلي ده فريق كبير ما نقدرش نضرب فيه. وحسن شحاته بيقول لك الاهلي ده ازاي انا اضرب في فريق الاهلي؟ ده الفريق بتاعنا، انا اضرب فيه ليه؟ وبعدين انا عاوز اقول يعني ان الفريق الاهلي ده اللي هو الولد الشاطر الناصح اللي رافع اسم مصر، ده ابنها، ابن مصر اللي هو رافع اسمها. ازاي هي مصر تعمل معاه كده؟ ازاي اتحاد الكرة يعمل معاه كده؟ ما يريحوش وما يعملوش اللي هو عاوزه. ليه اتحاد الكرة يعمل معاه كده؟ ما انت عيالك كلهم فاشله، مش عارفين يروحوا شمال ولا يمين، ولا عارفين يطلعوا من هنا ولا يطلعوا من هنا، فاشله كلهم. طب اقفي جنب الناجح، جنب اللي بيرفع اسمك، جنب اللي بيخلي اسمك في كل المحافل الدوليه، اقفي جنبه وساعديه، خليه ياخد بطوله واثنين وثلاثه وعشرة. ده احنا اسياد افريقيا. استاذ كمال درويش بيقول لك لا توجد مؤامره على الزمالك. ايه اللي الناس بتقوله دوت؟ مفيش الكلام دوت طبعا. بيتكلموا عن الدوله والدوله واقفه بجوار الزمالك، قال لهم الكلام دوت مفيش. الدوله لازم تقف جنب ناديين، الاهلي والزمالك، لان دول اكبر انديه في مصر. ما قالش الاتحاد، ما قالش الاسماعيلي، ما قالش المصري، ما قالش المنصور، ما قالش اي حد، قال الاهلي والزمالك بس. يا بتوع الاسماعيلي اسمعوا شوفوا كمال درويش بيقول ايه، يا بتوع المصري، يا بتوع الاتحاد، يا بتوع المنصوره، يا بتوع البلديه، يا بتوع اسوان، الانديه الجماهيريه كلها تسمع ان الاهلي والزمالك انتوا كلكم كومبارس، وبتيجوا تعملوا تشدوا نفسكم كلكم على النادي الاهلي. طب ليه طيب؟ مش لازم تبقوا فاهمين ولازم تبقوا عارفين انتوا فين وبتاع؟ والاسماعيلي نروح للاسماعيلي اللي هو البطل، اللي هو محسسنا ان هو بيخسر كل سنه بطوله الدوري بسبب الاهلي، بسبب ان الاهلي ما بيلعبش في الاسماعيليه. الاسماعيلي السنه دي خسر 13 ماتش. عشان ايه؟ الاهلي ما بيروحش الاسماعيليه يلعب هناك ولا ايه؟ اتعادل 12 ماتش، ما فاتش غير 4 ماتشات بس. عشان كل دوت عشان الاهلي ما راحش يلعب في الاسماعيليه. حاسبوا نفسيكوا وشوفوا نفسيكوا انتوا ليه كده وصلتوا كده. انا مش بسببي، ما كل واحد يعمل اللي عليه. الله، هو الاسماعيلي خرج من فريق درجه ثالثه السنه دي في كاس مصر. حرس الحدود اللي نزل الدرجه اللي اقل غلبه. كل دوت وتقول لي الاهلي برضك؟ هو الاهلي اصل الاهلي ما راحش لعب في الاسماعيليه. انتوا مش عارفين انتوا بتتكلموا ازاي. خليكوا جنب فريقكم، صلحوا المشاكل اللي في فريقكم، هتبقوا كويسين. غير كده اخبطوا دماغكم في الحيط. طالما انتوا كل حاجه حاطينها ان الاهلي ما راحش يلعب قصاد الاهلي ما راحش يلعب قصاد الاسماعيلي في الاسماعيليه، خلاص يبقى انتوا اعملوا اخبطوا دماغكم في الحيط، واللي انتوا عاوزين تعملوه اعملوه. بلاش توقعوا الجماهير في قلب بعض. يا بتوع الاسماعيليه بلاش توقعوا، كفايه الكره اللي جمهور الاسماعيليه بيكرهوا للنادي الاهلي. انا مش عارف ليه. هو يعني خطف منه الاكل وهو قاعد ياكل؟ عذبه في مره؟ حط الحجر على صدره؟ انا مش عارف ايه الكره دوت. ناس فاشله. هو طبعا هو الفشل طبعا
ما بيحبش الناجح، والعين ما بتحبش اللي احسن منها. هي دي امثله معروفه. العين عمر ما العين تحب اللي احسن منها، هي عاوزاها تبقى زيها، ما بتشوفش زيها. والعموم مش هنطول عليكم ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.